مره وهو كده ماشي في الصحراء وكان لوحده، طلع عليه عصابه كبيره قوي بزعيمها، وكلهم ناووا ان هم يقتلوه وياخدوا الفلوس اللي معاه. ما كانوش يعرفوا ان هو ده عمرو بن العاص. ليه؟ لان زمان المشاهير الاشكال ما كانتش معروفه زي دلوقتي يعني. فالمهم عمرو بن العاص يعمل ايه؟ الراجل واقف لوحده وقدامه بتاع 30 40 مجرم. قال لهم يا جماعه خلي بالكم، لو ضربتوني بالسيف كلكم هتموتوا. طبعا الناس واقفه، العصابه واقفه، وزعيم العصابه ماسك عمرو بن العاص من هنا. فاستغرب، قال له ازاي يعني؟ ده انت لوحدك بطولك، جبت الجراءه دي كلها منين؟ قال لهم اصل للاسف انا عندي وباء، في داء غريب جدا، لو ذبحتوني والدم طالكوا كلكم هتتعدوا من نفس الوباء، وانا جاي هنا الصحراء لوحدي علشان اعيش اخر ايامي، لاني عديت ناس كتير من اهلي ومن القريه، فبعاقب نفسي وجاي هنا لوحدي. طبعا بصوا كده قالوا خلاص احنا مش هنقتلك. قال لهم بس في مشكله، اللي لمسني اتصاب بالداء دوت. طبعا مين اللي كان ماسكه ساعتها؟ كان زعيمهم اللي هو زعيم العصابه. فالمجرمين كلهم بصوا لزعيم العصابه كده وقالوا يعني انت كمان اتعديت؟ فعمرو بن العاص قال لهم للاسف زعيمكم هو كمان اتعدى. طبعا المجرمين بصوا كده لزعيمهم قالوا ايه؟ احنا اسفين يا ريس، وهوب خلعوا، جري كلهم وهربوا. فضحك عمرو قال له ها، ما بقاش غير انا وانت دلوقتي لوحدنا، وانا بكل سهوله ممكن اقتلك. فزعيم العصابه قال له بس انا عايز اعرف، هو انت فعلا عندك الداء دوت وانا كمان اتعديت؟ فعمرو بن العاص رد عليه رد ذكي جدا وقال له انا دائي هو الذكاء. ربنا ما يوقعكم في ايد واحد بيشغل دماغه على طول، نهايتكم هتبقى سريعه. وبهنا قصه من القصص اللي احنا بنسمعها عن عمرو بن العاص اللي بيتميز بيها بالدهاء والذكاء. مع السلامه.